السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لبابا وارحمه وجميع امواتنا واموات المسلمين اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض ازاي نعمل قطعة مستطيلة بغرزة السنبلة. تمام. احنا لما نيجي نشتغل اي مشروع زي كده، بنيجي نشتغل السلاسل وبنقلب نشتغل غرزة حشو، تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا عاوزين الغرزة تبقى مستوى غرزة شكل واحد أو نمط واحد بالشكل ده. هتعملي قلاب دوت زيه بالظبط ونفس الشغل ونفس الطريقة. هنشتغلها بغرزة السنبلة بأي شكل، مش لازم يكون مدور يعني. هنبتدي نعمل عقدة البداية ونشتغل عدد من السلاسل: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ارتفاعات 11 سلسلة، وهنفوت أول سلسلة للارتفاع مش هنشتغل فيها اللي هي رقم 11، وندخل في 10 ونعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو عادية تمام. الغرزة التالتة غرزة حشو، والرابعة غرزة حشو. أكمل الآخر ونيجي تاني. هنرتفع سلسلة، ارتفعنا سلسلة خلاص يا بنات، وهنقلب الشغل كده. وبعدين هنشتغل في أول واحدة تحت الحلقتين غرز منزلقة بالشكل ده كده. الغرزة اللي بعدها كمان غرزة منزلقة. خدوا بالكم لازم يبقى تحت الحلقتين بالشكل ده كده لحد ما نوصل للنهاية. تمام. يا رب تكون القناة بتاعتي عجبتكم، واستعدوني ان شاء الله. تمام بالشكل ده كده. كل اللي احنا هنعمله هنطلع سلسلة ونلف التانية الشغل. تمام. ناخد بالنا ان احنا اول سطر حشو اللي احنا عملناه من تحت خالص اللي هو ده فيه علامتين اللي هي علامة الفي. ماشي بالشكل ده. هنخش في هنخش فيها بين الحلقتين وتعدي الناحية التانية وتسحبي وتطلعي بغرزة حشو عادية. دي اسمها غرزة الحشو السنبلة. بتخشي جوه حرف الفي اللي احنا عملناه من غرز الحشو اللي تحت، وبتطلعي وبتعملي غرزة حشو أكنك بتعملي غرزة حشو عادية، بس الفرق ان احنا بندخل بين الحلقتين. وطبعا السطر المنزلق اللي احنا اشتغلناه بيتدارى مع السطر التاني اللي احنا عملناه اللي بعدها غرزة حشو سنبلة بالشكل ده اهي. تمام. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو سنبلة ما بين الحلقتين جوه حرف الفي. وتأكدي انك دخلتي جوه حرف الفي من جوه ومن بره. هشتغل معاكم سطر كامل عشان تشوفوا الوضع. اشتغلنا اول سطر سلاسل وارتفعنا غرزة سطر بغرزة الحشو العادية، وبعدين ارتفعنا سلسلة وقلبنا السطر واشتغلنا غرزة منزلقة. السطر التالت اشتغلنا غرزة السنبلة جوه حرف الفي. بعد كده هنشتغل سطر غرزة منزلقة وسطر بغرزة السنبلة بالشكل ده كده. السطر اللي بعده هنشتغل غرزة منزلقة في أول غرزة تقابلنا.
تمام. بالشكل ده كده اول حرف في اهو اشتغلناه. ناخد بالنا هنفوت السلسلة اللي احنا ارتفعناها دي مجرد ارتفاع زي الشكل ده كده بالظبط. هندخل تحت حلقتين عادي ونعمل غرزة منزلقة في كل غرزة منزلقة. هنخلص الغرزة المنزلقة ده ونلف الشغل ونرتفع سلسلة في الهواء، وبعدين نبتدي نشتغل غرزة السنبلة سطر ورا التاني كده لحد ما نكملي المشروع اللي انت محتاجيه. نرتفع سلسلة ونقلب الشغل وهنشتغل جوه حرف الفي اللي احنا عملناه قبل كده. هيبقى واضح وحلو بالشكل ده اهو. ده هيبقى الوش بتاع الغرزة بتاعتك. اول حرف الفي بنشتغله جوه الحلقتين جوه حرف الفي، وتأكدي انك دخلتي جوه الحرف. 2 غرزة سنبلة ندخل جوه حرف الفي ده. ادي كده 3 4 5 6 7 8 9 اخر غرزة معانا ناخد بالنا منها اهي كده 10. ادي كده اول صفين عملناهم بغرزة السنبلة. نرتفع سلسلة ونقلب الشغل وهنشتغل دور بسطر غرزة المنزلقة كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 آخر غرزة معانا 10. هنرتفع سلسلة في الهواء، هنرتفع سلسلة وهتقلبي القطعة بتاعتك وهنشتغل تحت حرف الفي اللي احنا اشتغلناها من السطر الأولاني جوه حرف الفي غرزة السنبلة. ادي كده أول واحد. ناخد بالنا ندخل جوه حرف الفي كده. 2 غرزة سنبلة 3 4 5 6 بالشكل ده كده. وهنكرر وهنشتغل لحد ما توصلي للمشروع بتاعك اللي انت محتاجاه. لو اول مره تشوفي قناتي متنسوش تضغطوا لايك وتفرحوني وبتشاهدوني من انهي بلد. لو وصلتوا لحد هنا قولوا بتشاهدوني من انهي بلد. تمام بالشكل ده كده.
وارتفع سلسلة واشتغل غرز منزلقة، سطر بغرز المنزلقة وسطر بغرزة حشو السنبلة. سهل جدا وجميل. وده كمان بتغنينا عن البطانة والبوري زي الفيديو اللي فات كده، لان الغرزة ما بتبقاش باينة قوي وبتبقى متماسكة، عشان انت بتشتغلي سطرين، سطر فوق سطر زي كده. اخلص معاكم السطر مع بعض. المنظر بقى حلو جميل اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.